السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بنحاول نعمل شرح بسيط على المكسر الأوريجل 5000. شرح مبسط وسهل جدا وعملي. أقول بسم الله. هذا الأوريجل 5000 الياماها. ندخل على المكسر. أوكي، عندي المكسر هذا هو الخاص مثلا بالإيقاعات، بالملتي باد، باللفت، بالرايت، بالريذم 1 ريذم 2. هذا خاص بالإيقاعات. أوكي، نحن وين شغلنا؟ نحن هذا أول واحد. أنا صراحة عن نفسي أنزله إلين وصل. إذا كانت إيقاعات الشركة خلي زي ما هو 100، لكن أنا بدخل مش إيقاعات الشركة، بدخل على إيقاعات مبرمجة. نزلها مثل خلي على 65. ليش 65؟ لأن لما تكون عالي على 100 لما بعزف أصواتي تضيع بين الإيقاع، لكن الآن أنا أوطي صوت الإيقاع كذا يكون مرفوع عندي العزف. اوكي، بعد ما اعطيه هذا انا صراحه انا اكلمكم عن نفسي. اول ما ابدا اشتغل انزل هذا اول حاجه. بعد ما اعمل فريز وهذا كله اعمل هذه. انا اكلمكم عن المكسر الان، وانا برضو الان اتكلم هذا الدرس للمبتدئين. انا ما اتكلم على الناس البروفيشنال والناس الفاهمه، بس انا احاول اني اساعد المبتدئين. اوكي، بدينا باول خطوه. الخطوه الثانيه اروح للي بعدها، اللي هو هذه خاصه بالايقاعات. أول وحدة أعملها صفرها. أوكي، خلصنا من الكورس نرجع للريفيرب. صفرها. هذه الثنتين، وحدة بتعمل لي ديلي، بتعمل لي صدى، والثانية بتعمل ريفيرب. يعني الصدى والشغلات هذه أنا ما أشتيها. هذه خاصة، القناة هذه خاصة بالإيقاعات فقط، بصوت الطبلة فقط، لأن إحنا طفينا صوت الطبلة فقط. ما عملنا، ما فصلنا أي مؤثرات صوت بالأصوات، العزف والأصوات الثانية لا. نحن بس فصلنا مؤثرات الخاصة بالجلود، الجلد حق الطبلة نفسها. نحن خلاص كده قلقناها، ما عاد بتكون فيه صدى ولا عاد بيكون فيها تردد، بتكون دم كلين، يعني نظيفة واضحة. خلصنا منها. اوكي، مثلا لو رحنا على الافكت هذا، نحن انا ما احب اتطرق فيه. بعض الاحيان تشتغل. دخلنا على الاي كيو، بعض الاحيان تشتغل تحس ان الصوت الايقاع في بيز مبيز، يعني في صوت ضغط، في صوت بيز مبيز، او يعني الكوردات عاليه. المهم في بيز في الايقاع نفسه. ما اتكلم على العزف، انا اتكلم على الايقاع. من هنا نقدر الهاي، نرفع الهاي، ومن هنا نوطي. يعني هذا الهاي هذا اللي يفتح الصوت، يفتح الايقاع، وهذا اللي يكتمه يخليه شيء غليظ. فهذا اللو نحاول ايش ننقصه، ما نزيد، ننقصه. مثلا نقصه 10، ونفتح هذا مثلا 10 5 زي كذا عادي. اللي ما تشوفه وين زبط معك كذا، عشان يخف، ما يكون يعني في بيز عالي. بعض الأحيان يكون إيقاعات عادية ويجيك إيقاع منهم في بيز قوي. فمن هنا احنا نحاول نوطيه، لأنه صاحب المكسر يمكن يكون مشغول، مش مركز مع الشغل حقك، فأنت تنتبه لشغلك وخلاص توطيه من هنا. عرفت كذا كيف تتحكم بالبيز حقك إذا كان عالي في وقت الحفلة أو وقت التمرين. أوكي، هذا الشيء. نسيت شيء ثانية، في حاجة ثانية معي. الملتي باد هذا دائما أنا أنزله تحت. هذا من أساسيات أنزله 40، وبعدين أبدأ على مشتي أنا 30 35 40. بعدين على مشتي أنا أرفعه، لأن الشيء عمل مصاحبات ماشية تكون عالية فوق عزفي وفوق فوق الإيقاع لازم تكون واطية خفيفة. فبعدين أرفع أنا تدريجيا لما المستوى المطلوب ووقف. أوكي، نجي الآن للماستر تيونر. سوري، للماستر. أنا عن نفسي يعني خلال ما اشتغل أنا مخليه على عادي، مخليه المخرج حقي 83 الأوت. بعض الأحيان أخليه لل5، بعض الأحيان أخليه لل85. ما أحاول أعديه عشان تكون الكواليتي واضحة. وهذول نفس الشيء ما تخير فيهم، اللي هو ال65 ولا 28 سوري حق الكمبريسر. خلاص أنا كذا برمجت أورجي، ما عاد أحب أن يدخل في تفاصيل ثانية ونقص ووطي، لا، كذا بكل اختصار.
في ناس مبرمجين يبرمجوا بس كله على حسب شغلهم، بس نحن كيمنيين وشغلنا ما يحتاجش لنا في برمجة وفي حاجات كثيرة. هذه في حاجات برمجة تشتغلها وقت الشغل، مثلا طلع البيز وتوطيه، وطي البيز ترفعه، حس الإيقاع مكتوم تفتحه، العزف الريذم 1 بطيء ترفعه، الريذم 2 لأن في الإيقاع مكون من الريذم 1 والريذم 2. هذا في الشانل اللي جينا على ريذم 1 وريذم 2، هذا المختصين، هذا هم الإيقاعات، والباقي هذا كله مصاحبات. الباقي هذا كله مصاحبات، الكوردات، البيز، الكورس 1 كورس 2، البادز، هذه كلها نحن يعني ما يهمناش، بس اللي هم من هنا هذول نحاول نرفعهم من داخل من المكسر تيونينج. يعني حاجات بسيطة جدا، ومش الكل يشتغل الناس اللي فاهمة، واللي بيكون يعني خاصة لما يكون في تسجيل استديو أو في تسجيلات يعني أو شغل يعني مهم أو شغل كذا، وفي يعني صوتيات، وفي يعني واحد بيبدأ يدخل فيها. ولا أكثرنا نحن صراحة يعني أول ما أخذ الإيقاع على طول أبرمجه مرة واحدة ووزنها زي ما اشتي أنا وخلاص وركبه، ما يحتاج إني أنا وقت الحفلة أعمل عليها تعديلات أو شيء. فخلاص أنا أول ما بديت بالأساسيات تبعتي عملتهم ورتبتهم، خلاص كده وصلت المرحلة إني خلاص ما عاد أحتاج شيء إني أقوم أعدل فيه، خلاص جاهز. وهذا الشرح إن شاء الله، وإن شاء الله تكونوا تستفيدوا، والله يعطيكم العافية، وفي أمان الله.